يوسف بيقول لي افريقيا مين وبتاع مين؟ عايزين يا عم الشنجن، امريكا، كندا، استراليا، مش عارف ايه. والله هو لو الموضوع سهل ما كناش غلبنا، دي اول حاجه. تاني حاجه، غير ان معظم الدول دي فيها عنصريه كبيره جدا. هنا مفيش الكلام ده، انت هنا مسيطر، غير ان المنافسه هناك كبيره جدا. فانت لازم تبقى سوبرمان في شغلانتك، يعني معاك ماجستير ودكتوراه وخبره 15,000 سنه والحاجات الجميله دي، غير بقى المعادله واللغه الجامده جدا. هنا انت لو معاك لغه بسيطه جدا الدنيا بتمشي. معاك انجليش بسيط، معاك فرنساوي بسيط، الدنيا بتسلك، مبقاش في مشاكل. انما بقى في الدول التانية دي، وريني بقى العنصريه، وريني بقى البهدله وقله الادب مش كل الدول طبعا، الا من رحم ربي، يعني في دول كتير كويسه. بس لو الموضوع سهل كانش حد غلب، كانت مصر كلها سافرت. بس فهي دي الفكره. انت دلوقتي بتدور على شغل، ما ظبطتش معاك في حته معينه، دور في حته تانية ممكن تبقى مناسبه ليك واحسن من دول الخليج، ده اللي قصدي بس.